السلام عليكم. جبت لكم اليوم طريقة العقوق المصلاوية على طريقتها الأصلية، وإحنا أهل الموصل مشهورين بهاي الأكلة المحبوبة من الجميع، وإن شاء الله تعجبكم. ولا تنسون بناتي وخواتي من اللايك والاشتراك بالقناة. اغشعوا هاي قدامكم العقوق المصلاوي على أصوله، ويلا على طول على المقادير حتى ما أطول عليكم الفيديو. عندي بصل مثغوم، وعندي لحم مثغوم خشن، وعندي طماطيتين مقشرين ومثغومين، وعندي شحم، وعندي بقدونس، وعندي هذا البصل 3 بصلات كبار، وعندي زيت، وعندي ماجي، ملح، كمون، فلفل. هذه للحشوة وهاي للقشرة الخارجية. عندي شكلين من الجغش، جغش كبي صغيري كوب ونص أو كاسة ونص، وعندي كاسة من جغش الكبي الكبيرة، وعندي كاسة من الطحين، وعندي الماي، وعندي الخميرة والملح، وعندي المعجون. هاي للقشرة الخارجية العروق. وعندي أيضا بصلتين مثغومين، وطماطيتين مثغومين، وبقدونس، وشحم. هذا كله للقشرة الخارجية. أول شيء نعمل الحشوة. حشوة العروق مكونة مثل ما أنا عاد أغشعكم وشرحت لكم بالبداية: بصل وطماطة مقشرة، ونص كيلو من اللحم، وعندي شحم وبقدونس. أول شيء نضيف الملح والكمون. الكمون شغلة ضرورية جدا بالعروق بنات، لأن تعرفون أنتم الجغش شوية يسبب مضار للمعدة، فهذا عندنا الكمون، وعندنا الملح، وعندنا الفلفل. نضيفهم، ونضيف هاي الكمية من الماجي، نص ظرف فقط من الماجي. عندنا اللحم ما نريد نضيع نكهة اللحم، هذا ظرف الماجي ضفتونه بين الحشوة وبين القشرة. وعندي نص كوب من الزيت حسب الرغبة أو حسب ما أنتم تحبون. مكان الزيت تقدرون تضيفون الطرف مع الشحم. وعندي هاي نص معلقة أو معلقة كوب من المعجون. أول شيء ندعك البصل بالفلفل والملح والكمون إلى أن تظهر معانا الريحة الحلوة والمستحبة للبهارات، وبعدين ندعك كل المواد. وهاي حشوتنا صارت جاهزة. شعو جمالها ما شاء الله. بنات اللي وصل لهاي اللقطة رجاء لا تنسون اللايك. وعندنا هاي للقشرة الخارجية، عندنا الشحم والبقدونس وطماطيتين مقشرين ومثغومين، وبصلتين ثاثي من البصل المقطع ناعم. ضفتوا له الملح، ذبلتونه، وبعدين حضيف له هاي الكمية المتبقية من الفلفل. وعندنا الكمون شيء ضروري وأساسي بالعروق المصلاوية. وعندي هاي القليل من الماجي، نصف ظرف إلى ربع ظرف من الماجي. وعندي هاي الكمية من الملح. نبدي ندعك أيضا مرة ثانية البصل. قلنا هاي الخلطة للقشرة الخارجية للعروق. بنات العروق الأصلية مالت الموصل هذه هي طريقتها، يعني ما تجون بس تخلون خميرة وتعجنوها وتقولون هذا وهذه العروق، لا، هاي طريقتنا، طريقة أمي. الله ينطيها الصحة والعافية. بنات ادعوا لها بالصحة والعافية وطولة العمر. هي أنا أخذت منها هاي الطريقة. وعندي هاي النوعين من الجغش: جغش كبة الكبيرة وجغش كبة الصغيرة. جغش الصغيري حطيته كاسة ونص من هاي الكاسة، والكبيرة حطيته كاسة كاملة، وحطيته هاي الكمية من الطحين 3/4 الكاسة، والباقي شتونه حتى أقرص بينه العجينة. وعندي هاي الكمية من الخميرة. شعوا بنات شلون؟ أول مرة أدعكها بلا ماي، بماي البصل والبقدونس والطماطة، وبعدين بعد ما ندعكها هاي الدعكايل بالبداية نقوم ندعك ونخلي ماي، نضيف ماي. بدينا بإضافة عندي هذا الماء، ماء دافي، يعني لا يقولون حار أو بارد، لا، ماء دافي عادي من الحنفية. وأخلي ماء وأدعك. المهم تتكون عندي عجيناي ليني، لا قوي ولا خفيف كثير. شعو الماء فضل تقريبا أقل من النص بشوية. بنات هاي العجيناي بإذن الله أتركها مدة ساعة تتخمر، وبعدين أجي أشتغل بيها. هاي بعد ساعة صارت جاهزة. هاي تركتوها ساعة، ونجي نخشع العجيناي شلون صارت. وعندنا هاي الكمية من الطحين اللي فضلت معانا. أجي أبلل إيدي بالماي، وبعدين أخليها بالطحين، ألتها بالطحين شوية، وبعدين أخليها على هذا ظرف النايلون.
بنات أنا عادة أقطع العجين على حسب اللحم، مثلا عندي 6 عروق أو 7 عروق، أجي أقسم اللحم على قد العجينات حتى لا يزيد عندي ولا ينقص، ولا مثلا يصير بيها عجيناي بيها لحم كثير ولحم وحدي لحم قليل، لا، يصير اللحم كله بالتساوي والشغل أيضا يصير بالتساوي. شعو بنات أبلل إيدي، وبعدين اللي تحب تفج العجيناي بإيدها بس شوية تكون متعبة، فإحنا نريح نفسنا شوية ونفجها بالشوبك. وأيضا هي عجيناي لين كثير، يعني ما تحتاج قوة أو شيء. وأخذنا هاي بداية اللحم. شعو بنات الكمية حسب ما تحبون، بس أشقد تخلون لحم مليح تكون العروق طيبة. وهاي العجيناي الثانية أيضا نبلل إيدنا بالبداية وبعدين نفجها بالشوبك ونطبقها. شغلته سهلة وهيني وما تحتاج تعب. بنات اللي وصلت لهاي اللقطة رجاء لا تنسون اللايك للقناة، وانتظر منكم تعليقات حلوة على الفيديو. ويا ريت لو البنات اللي أو الإخوان اللي معانا اللي يشعون الفيديو يشاركونه بين الجروبات حتى الكل تستفاد، وخاصة أهل المحافظات يحبون هاي الأكلات ويحبون فيديوهات من هذا النوع ويكون عليها شرح مفصل وخفيف. شعو بنات طبقتوها، وهاي أول عرق صار جاهز معانا. شعو شكله يخبل والثغم ناعم وكثير مرتب. هاي ثاني واحد، وتابعوا معانا بنات. أنا تقريبا فجيته معاكم بالتصوير تقريبا يمكن ثلاث عروق، وبعدين أنا كملته. شعوا شلون دعبولة اللحم أنا قطعتوهم ووزعتوهم أيضا مقد الحشي لا أكثر ولا أقل. وهاي العجيناي لما تفجوها لا تفجوها ثخيني لأن راح تختمغ، فأشقد تطيقون اعملوها رقيقي وعملوا العجيناي صغيري، لا تجيبون وتكبرون بالعجين فهذا يأثر على طعم العروق وعلى شكله. بعدين نفجها فجة خفيفة وهي راح تصير مثل الورقة وحشوتها مليحة وتصير طعمه يخبل. بنات اتبعوا هاي الطريقة إن شاء الله تنجح معاكم وتطلع معاكم أحسن طريقة. شعو ما شاء الله. وهاي بعد 10 دقائق تقريبا تركتوهم أيضا يرتاحون. وشعوا طريقة شلون نخليهم بالصيني، نبلل إيدنا حتى لا تلزق العجيناي وبعدين نجي نحطهم بالصيني. هاي للناس اللي ما كان عملت نقلم كل الملاحظات حتى ما تخب معاهم أو تلزق بإيدهم. شعوا بنات هاي كملوا. وحميتوا الفرن طبعا قبل ب10 دقائق، وعندي معلقة من معجون الطماطة وعندي معلقة كبيرة أو معلقة ونص من اللبن. أنا راح أخذ معلقة بمعلقة يعني الكميات متساوية. وراح أضيف نص كوب من الماء، ما نضيف زيت أو أي شيء، ماء ولبن ومعجون، وندهنهم ونفوتهم الشعبنات بدون زيت وبدون أي شيء لأن هي حشوتهم كانت ببطن الزيت، فراح الزيت يطلع اللي يطلع من داخل الحشوي والطرف والشحم راح يكون على يظهر على الصيني ويشويهم ويكون طعمه مركز، ما مثل ما تضيفوا لهم زيت من فوق أو داخل الصيني ويروح الطعم، لا راح يكون طعم من بيهم. شعو بنات هاي العروق صارت كاملة وعلى فرن حار، وإن شاء الله تطلع معكم النتيجة بعد دقائق على فرن حار مسبق من الأعلى والأسفل. وهاي صاروا معانا العروق، وأتمنى لكم صحة وعافية. وبنات هذا كان فطورنا برمضان. أنا عملت عروق وعملت معاهم اللبن اللي إحنا نقول عليه نوشنينا، وعملت معانه أكلة ثانية والعدس، والحمد لله كان فطور جدا طيب. أتمنى تجربون الوصفة واللي هي العروق المصلاوية وتعجبكم. شعو بنات الحشوة تخبل واستوى أكيد معانا اللحم. إلى لقاء آخر في فيديو أكلات شهية، لا تنسونا باللايك رجاء.